السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة الماجيك في حلقة جديدة. قبل ما نبدأ حلقتنا ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا ينصرهم ويشفيهم ويداوي جرحاهم. ربنا يقوي المقاومة وينصرها ويخرجها من البلاء اللي هم فيه ده على خير. ربنا يرحم شهدائنا يا رب العالمين. طبعا احنا ما بإيديناش حاجة غير ان احنا ندعي لهم. ربنا اللي يعلم، لو بإيدينا ان احنا نقدم حاجة تانية كنا ما تأخرناش عنها ويعني نفدهم بروحنا يعني هم اخواتنا ويمكن احنا مقصرين في حقهم. فبنتمنى يا رب ان هم يطلعوا من الكبوة اللي هم فيها دي على خير. نبدأ حلقتنا مع بعض النهارده عن مباراة الأهلي والترجي، نهائي دوري أبطال أفريقيا. المباراة اللي هتقام غدا إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. يمكن الساعة 8 بتوقيت تونس. طبعا بالنسبة للناس جميع البلاد اللي بتتابعنا وكده. الحلقة طبعا النهارده هتشمل نهائي دوري أبطال أفريقيا. يمكن الراحلين عن النادي الأهلي، يمكن في أسامي الناس هتسمعها هتستغرب بشكل كبير في حتة إن هم يرحلوا عن النادي الأهلي. بنتمنى طبعا في البداية يكون المحتوى عاجبكم. بنتمنى مساندتكم لينا ودعمكم لينا بالمشاركة أو باللايك. كل ده بيفرق معانا بشكل كبير. بنقدر إن احنا نوصل القناة بأسرع وقت، وطبعا انتوا السند الوحيد لينا في القناة. نبدأ حلقتنا مع بعض النهارده بماتش الترجي والنادي الأهلي، بنقط القوة والضعف بتشكيل الفرقتين. يمكن التشكيل المتوقع بالنسبة لي للنادي الأهلي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول. ثلاثي خط الوسط يتكون من مروان عطية. أتمنى أشوف أكرم توفيق جنب مروان عطية. امام عاشور يلعب رقم 10. ما عنديش مشكله، او لو هيلعب ب 86 يبقى اكرم وامام عاشور ومروان تحتيه، او اكرم ومروان وامام عاشور، يعني تنفع الثلاثه. طبعا الجناح اليمين بيرسي تاو اتمنى طبعا يكون موجود بشكل كبير. الجناح الشمال بتمنى رضا سليم. وفي خط الهجوم وسام ابو علي. يمكن انا مايل في شويه لحته اكرم توفيق في حته خط الوسط، لان انت بتلعب بره ارضك، بتلعب في ملعب المنافس تحت ضغط الجمهور بشكل كبير. فيمكن انا مندفع في الحته الدفاعيه شويه، او اللعيبه اللي هي بتقوم بالواجبات الدفاعيه بشكل كبير، في حته ان انت تمتص اول ربع ساعه من اللقاء. تقدر ان انت تخرج اللقاء بشكل كويس. يمكن تقدر ان انت تجيب جول بدري. نقدر ان احنا بشكل كبير نحافظ على ان احنا نجيب جول ما يخشش فينا جول. نقدر ان احنا يعني في ظل وجود الهجمات اللي هتتشن على النادي الاهلي في بدايه اول ربع ساعه، نقدر ان احنا بقوه نص الملعب نمتص كله ده. نقدر نمتص شغف الجماهير بشكل قوي، او مشجعتهم لفرقتهم. طبعا الجماهير هتبقى متواجده بشكل كبير. ده طبعا بيبقى دافع لاي نادي بشكل كبير جدا. فبتمنى النادي الاهلي طبعا يمتص كل ده ويخلي باله قدر الامكان من كل الاحداث دي. يمكن نقط القوة والضعف في النادي الأهلي طبعا يمكن كلنا عارفينها في الأهلي. اللي مش عارفينه يمكن طبعا في نادي الترجي. يمكن نادي الترجي طبعا من متابعتي ليه من دور الثمانية قدرت أوصل للتشكيل اللي بيعتمد عليه بشكل كبير. يمكن في نقط قوة ونقط ضعف، يمكن 50-50 يقدر النادي الأهلي يستغلها بشكل كبير. ما هنقولش ان الماتش مثلا سهل، لا الماتش صعب بنسبة كبيرة. بنشوف نادي الترجي طبعا في ظل يعني ضعفه، او في ظل عدم وجوده بشكل قوي في الدوري التونسي او في دوري ابطال افريقيا. يمكن من الانديه الكبيره اللي بتقدر توصل نهائيات كتير. نادي الترجي طبعا من الانديه الكبيره، الانديه اللي بتعرف تستغل البطولات او النهائيات بشكل ممتاز جدا. فبنتمنى ان شاء الله النتيجه تبقى في صالح النادي الاهلي. طبعا التشكيل المتوقع بالنسبه، او مش التشكيل المتوقع، هو التشكيل اللي بيقدر يعتمد عليه نادي الترجي. طبعا بيلعب بمماميش حارس المرمى، عماد الله مماميش حارس المرمى. طبعا يمكن حارس المرمى مقدم مستويات قويه جدا. يمكن في مقارنه ما بينه وبين مصطفى شوبير. يمكن اللي هيقدر يفوز باللقاء ده هيكون احسن حارس في البطوله
يعني اكيد في حته ان ده بيقدم مستويات كبيره، وده بيقدم مستويات كبيره. فعلى ما اعتقد اللي هيحسم ما بين احسن حارس في البطوله هو اللي هيقدر يحصد على البطوله، سواء مصطفى شوبير او عماد الله مميش. طبعا هنيجي من الباك اليمين محمد امين، الاثنين الارتكاز ياسين مرياح ومحمد طوجان. الباك الشمال محمد بن علي. يمكن الاطراف فيها يعني يمكن الشغل كله بيتم من على طريق الاطراف. يمكن فيها عيوب ومميزات هنتكلم فيها يمكن مع بعض دلوقتي. يمكن خط الوسط أوشي الشعلاني، رام الله الشعلاني، وحسام خجاي، او معلش هي الاسامي بتاعتهم تقيله شويه، فعلى قد ما بقدر انطق الاسماء بنطقها. يمكن المحتوى جديد طبعا، يمكن هيبقى فيه ان شاء الله تطورات كتير بالنسبه للقناه، هيبقى فيه تحسين بالنسبه لادائي قدام المشاهد، فكل ده ان شاء الله بيجي مع المتابعه ومساندكم لنا ودعمكم لنا ان شاء الله يبقى في تطورات كبيره. طبعا يمكن ثلاثي خط الهجوم بتاعهم يمكن هي نقطه القوه كلها في ثلاثي خط الهجوم. يان ساسي طبعا اللاعب البرازيلي، ورودريجو طبعا، يمكن يان ساسي ورودريجو لاعبين برازيليين. حسام غشاي زي ما بنطق الاسم كده صح ان شاء الله. يمكن نقط القوه بالنسبه لنادي الترجي يا جماعه هي بالنسبه للاطراف، سواء الباكات او الاطراف. يمكن كل نقط القوه لفريق نادي الترجي في حته ان هو يتحول من الدفاع للهجوم، هي بتبقى نقط قوه ونقط ضعف. يمكن الفرقه الوحيده اللي يمكن نقط القوه والضعف عندها في الاطراف. بيقدر ان طبعا الباكات طايره دايما، بتقدر ان هي ترفع كروسات. يمكن في لاعيبه كتير بتقدر تستخدم الكرات العرضيه بشكل مميز جدا، سواء في الركنيات او من على طريق الاطراف. طبعا يمكن في الركنيات بنشوف بصفه اساسيه ياسين مرياح ومحمود طغيلم، يمكن بيتميزوا باللعب بالراس بشكل ممتاز جدا. يمكن محمد امين بيجيدها، يمكن محمد بن علي بيجيدها، يمكن بيجادوا ضربات الراس بشكل مميز جدا. يمكن اغلبيه الخطوره بتاعتهم بتبقى على طريق الكرات العرضيه. بنشوف يمكن من الصفات الثانيه المميزه فيهم وهو يان ساسي ورودريجو. تحركات يان ساسي ورودريجو طبعا بتبقى في قلب الهجوم. بيقدر يان ساسي ينزل يستلم، بيبقى محطه ممتازه جدا، وبالذات بيبقى في حته ان هو بيستلم ما بين المدافعين، دي بيقوم بيها بشكل كويس جدا، وهو بيعرف يستلم تحت ضغط. وتحديدا اللاعب ده يمكن اللاعب ده من امهر اللاعبين اللي بيقدروا يعتمدوا عليها في حته المحطه، او اللي يقدروا يلعبوا بشكل كبير عليه في حته ان هو يقدروا يعتمدوا عليه كمحطه. هو اللاعب يان ساسي ده يقدر ان يان ساسي يتحرك يستلم في خط طبعا دفاع النادي الاهلي. يقدر ان هو رودريجو يتحرك في ال 18 جوه، في ثانيه الا ثانيه تلاقي يان ساسي مدخل رودريجو في قدام الجون. بيقدر انه يمكن شفنا يمكن على طريق الفيديوهات اللي قدرت اتفرج عليها، يمكن اللعيبه بتتميز بالحته دي، بيقدر رجوان. يمكن شفنا الجون اللي جه امام سان داونز برده من لعبه مكونه زي كده، يمكن بيقوم بها رودريجو وحسام غشاي بحته الاختراقات من العمق بشكل كويس جدا. فبتمنى يا رب ان احنا نخلي بالنا من حاجه كويسه، من حاجه زي كده بالنسبه للمباراه، بالنسبه ان احنا نقدر نخلي بالنا في حته الدفاع، نقدر ان احنا نلعب خطه دفاعيه، نقدر عفوا نقدر ان احنا نلعب خطه دفاعيه ونبني على الهجمات المرتده. نقدر ان احنا نهاجم في اول ربع ساعه، وده بتمناها. نقدر ان هم في اول ربع ساعه هم هيهاجموا، نقدر ان احنا نهاجم بحيث ان هم هيبقوا فاتحين خطوط، نقدر ان احنا نسجل هدف مبكر، ما عندناش مشكله ان شاء الله. يمكن شفنا ليف كولر بيقدر يستغلها كويس جدا في حته ان لو لقى الفرقه اللي قدامه فاتحه مساحه فهو بيقدر يستغلها بشكل كبير، فنقدر ان احنا نستغل الحته دي بشكل كبير جدا. نقدر ان احنا نستغل حته ان يعني يمكن من نقط الضعف في فرقه الترجي وهي ارتداد المدافعين، وبالاخص الطرفين اللي هو محمد امين ومحمد بن علي. يمكن محمد امين ومحمد بن علي طايرين بشكل كبير جدا في حته الارتداد بتاعهم، يمكن بطء بطريقه رهيبه.
يمكن بطء في المدافعين بطريقه رهيبه، يمكن ده اللي النادي الاهلي يقدر يستغله عن طريق التحويلات الهجوميه. يمكن الهجمات المرتده بالنسبه للنادي الاهلي تفرق معاه بشكل كبير لو قام بيها صح. يعني اقدر ان انا ابني هجمه مرتده، هوصل هجيب جول ان شاء الله. يمكن هي دي نقط ضعف نادي الترجي الاطراف، ويمكن برضو ياسين مرياح ومحمد طولاي يمكن برضو يعني الحته الدفاعيه فيها نقطه ضعف بشكل كبير. يمكن اللعيبه مش متاقلمه مع بعضها بشكل كبير، يمكن بنشوفهم مش منسجمين. يمكن الترجي بيقدر يلعب مطوشه يقدر ياخدها في فرق بتفتح الخطوط، بيقدر ريان ساسي رودريجو حسام غشاي، بيقدر خط الثلاثي رمضان الشعلاني يقدر ان هو يوصل لعيبه يربط ما بين الدفاع والهجوم. بيستغلوا المساحات التحرك في المساحات الفاضيه بشكل كبير جدا. فبنتمنى من النادي الاهلي ان هو ما يسيبش مساحات، بنتمنى ان هم يخلوا بالهم من الحته دي. يمكن دي نقط القوه والضعف في نادي الترجي. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. بنتمنى المشاهدين والمتابعين ان هم يقدروا يشتركوا في القناه. طبعا احنا مش هنكبر الا بيكم ومساندكم لينا. طبعا انتوا السند لينا بعد ربنا، مستنيين دعمكم لينا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. مستني طبعا دعم كل واحد فيكم بالاشتراك بلايك باي حاجه اقدر استفيد منها بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.